فمن بعد ما عجبتكم القصة ولقيت إقبال كبير فاضطريت الآن باش ندير لكم الجزء الثاني، والجزء الثاني غادي يكون أكثر تشويق. إوا سيدي هذيك الغسالة قالت لديك مرت ولد السيدة اللي ميتة، قالت لها أنت حطي يدك هنايا وتأكدي بنفسك. واخا حطات يديها هنايا وحسات بأنه كاين نبض فانكرات وقالت لها لا 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 انت غير كتخيلي وكيتهيأ لك بان هاد السيده مازال عايشه، وهي تقول لها بقوه ما كتجلسي مع الموتى وعايشه معاهم راه واقيلا انت تسطيتي ولا حماقيتي. وفي ديك اللحظه ديك الغساله وقفات الغسيل وخرجات عند ولاد ديك السيده اللي ميته، وهي تقول لهم انا ما غاديش نكمل الغسيل وما غاديش نكفنها وما غندير حتى شي حاجه نهائيا، حيت انا متاكده بانه السيده مازال حيه، راه غير داخله في شي غيبوبه ولا واقع على شي بلان ماشي هو هذاك. المهم انا ما غاديش نكمل الغسيل وما غندير حتى شي حاجه من هادشي اللي كتقولوا لي. وقالت لهم ديوها للسبيطار وتاكدوا 100% واش مازال حيه ولا لا، باش ما تدفنوش الام وهي مازال في الحياه. وهنا غادي يدوروا فيها دوك الاولاد كاملين وغادي يقولوا لها واش انت تسطيتي ولا حماقيتي ولا خرج لك العقل، يمكن انت راه ما بقيتيش طبيعيه. واش حنا دابا غادي نكذبوا الطبيب اللي شافها وقال لنا واكد لنا الموت ديالها وغادي نثيقوا بك انت اللي غير كتغسلي الاموات وبغيتي تعتبري الحدث ديالك كاين وبانك انت على صواب وهذه، والناس اللي تما بقاو كيلوموها وتيقولوا لها واش انت ما بغيتيش تكملي الاجراءات ديال الغسيل باش نديو الام ديالنا ونكفنوها، باش انت ما باغاش تكملي الغسيل راه حنا باغيين نديوها ونكفنوها ونصليو عليها الظهر وندفنوها، وانت دابا جالسه كتعطلي فينا وحنا راه غادي نوليو مصلين عليها العصر. كلهم بقاو كيضغطوا على ديك الغساله وكيقولوا لها سربي سربي، وعندهم نفس الهضره وبداو كيلوموا فيها وكيقولوا لها انت هي اللي ما مزياناش. والغريب في الامر انه كانوا بزاف ديال الناس في ذاك المكان، وقالت لهم دخلوا تاكدوا انتم قيسوا النبض ديالها هنايا وغادي تحسوا بها بان هاد السيده مازال عايشه. ولكن حتى واحد ما تجاوب معاها، والابناء ديال ديك السيده اللي ميته بداو كيضغطوا عليها، يعني كيحكروا عليها باش يدفنوها في اسرع وقت. يعني السيده راه حاسين بانه مازال عايشه ولكن ما بغاش يتجاوبوا مع ديك الغساله، وقالوا لا حنايا ما يمكنش نخليو حد غريب يدخل يشوف امنا عريانه وهذا وكذا وكذا. ولكن قالت لهم هي راني غطيتها، غير دخلوا تاكدوا وقيسوا النبض ديالها وردوا عليا وشوفوا واش هذاك الشيء اللي كنحس به انا غادي تحسوا به حتى نتوما. وهي تقول لهم انا راه ما غاديش نكفن هاد السيده وما غاديش نكمل الغسيل، والمسؤوليه كتبقى على العاتق ديالكم وتحملوا مسؤوليتكم، راه غادي تدفنوا الام ديالكم مازال حيه. فاش قالت لهم هاد الهضره هادي ما عجبهمش الحال وقالوا لها علاش انت كاع مني ما باغاش تغسليها، علاش جايه ولاش دايره يدك فيها ولاش كتغسليها كاع من الاول، قولي لنا من الاول ولاش دابا جالسه كتعطلي فينا وحنايا باغيين نديو منا باش ندفنوها وهادشي اللي كديري راه عيب وعار عليك وماشي حشومه عليك كتعطلي فينا. وقال لها واحد فيهم راه كان علينا نصليو عليها الظهر ودابا غادي نصدقوا مصلين عليها العصر ولا ما غنصليوش عليها كاع. دوك الابناء دوروها كاملين وبداو كيلوموها وكيقولوا لها انتيا هي السبب في التاخير ديالنا وحنا غادي نتابعوك وغادي نحملوك المسؤوليه ديال هادشي كامل ديال هذا الروطار وهادشي كامل اللي درتي لنا راه غادي تحاسبي عليه. تقول لها مرات هذاك الولد انت راه بقوه ما بقيتي كتغسلي في هاد الموتى وعايشه معاهم ولا كيتخيل لك شي حوايج وليتي كتشوفي الموتى مازالين عايشين. يتاكد عليهم وقالت لهم بانه هذيك المراه راه حيه والذنب ديالها راه على رقبتكم وانا بريئه من هاد الشيء كامل، وإلا دفنتوها وهي مازال حيه انا برأت راسي منها واللي عليا راني درتو وهذيك المراه راه مازال حيه. وهما يقولوا لها اخرجي علينا ما بغينا منك والو غير عطينا غير اتساع. المهم ديك الغساله طلع لها الدم ومشات في حالها وقالت لهم انا بريئه من هذا الشيء كامل وسمحات في داك الشيء وما بقاتش عارفه كاع شكون اللي كفنها ولا شكون اللي كمل لها الغسيل. ومن بعد هي تشوفهم مع العصر غاديين باش يدفنوها وبقى فيها الحال وكتشوف من البعيد وكتقول هذيك المراه مازال حيه وهما غاديين يدفنوها. وبزاف الناس قالتها لهم ولكن ما صدقوهاش وحتى واحد ما داها فيها، وقالوا لها الناس ما يمكنش هاد الناس غادي يديو هاد السيده غيدفنوها وهي مازال حيه، يعني كذبوها. وهذوك الناس كاملين كيلوموها وقالوا لها لا راه ما يمكنش الطبيب يكذب علينا وما يمكنش الطبيب يقول لهم راها ميته وهي مازال حيه وزيد وزيد. المهم هاد الناس هادو داروا واحد الفعل اللي ما هواش صراحه. وهذيك الغساله كتحلف ليهم وتعاود وكتقول لهم والله هذيك السيده لا مازال حيه، والناس كيلوموا فيها وكيقولوا لها راه انت غير بقوه ما كتغسلي في الموتى ولا كيتهيأ لك بنادم مازال حي ومازال عايش. وكتحلف ليهم وكتاكد ليهم بانه هذيك السيده مازال حيه، وحتى مرت ولدها اللي كانت معاه في ديك اللحظه راه حسات بنفس الاحساس ديالها، غير هي نكرات وما قدراش تعترف نهائيا. مع انه دوك الولاد ديالها معروف عليهم سخط الوالدين واخا هكاك. المهم داروا هذه الخطه هذه اللي خطه صراحه جهنميه وغادي يتعاقبوا عليها، وراه سابقا كانوا سبب في الموت ديال باهم
ودابا جات النوبه على الام ديالهم. كانوا اصلا كيطلبوا الموت لباهم باش يورثوه، ايوا من بعد داكشي دازوا للام ديالهم حتى هي، بغاو يصيفطوها باش يتهناو منها. كيتعاملوش مع الام ديالهم مزيان، وكانوا كيخليوها بالجوع، وكانوا ما كيغسلوش ليها، كيعطيوهاش الماكله في الوقت، ما كيعطيوهاش تشرب، بزاف د الحوايج كانوا مانعينهم عليها باش يوصلوها لهاد الحال. ومن بعد ما دفنوها وداروا دوك المراسم، مشاو داروا العشاء، ولكن هذيك الغساله حلفات ما تحضر للعشاء. راكم عارفين قريه صغيره ضروري كيكون اي واحد غادي يمكن له يجي ويمكن له يحضر. الاخوان، القصه مازال ما سالاتش، ومازال ان شاء الله فيها الجزء الثالث، وإلا كنتو باغيين الجزء الثالث هبطوا لي كومونتير، ديروا تم وديروا الجزء الثالث باش نعرفك بانك كملتي القصه، بانك من المتتبعين الاوفياء. يلا نتشوف.